لو طفلك 5 سنين فده من أجمل سنوات الطفولة. الانفعالات بتقل وبيبقى أهدى شوية، والطفل بيتعلق بأمه أكتر في السن ده. عشان كده الأم هنا عليها مسؤولية كبيرة إنها قدوة ليه، ولازم تساعديه على الاستقلالية بالتدريج. سيبيه يجرب ويفشل كذا مرة قبل ما تساعديه. وعند ال6 سنين هتلاقيه بيركز على نفسه شوية، ممكن يظهر شوية أنانية، بيبقى عايز يفوز طول الوقت، وده كله طبيعي لأنه دلوقتي حابب نفسه وبيحاول يثبتها. واهم حاجه الفتره دي نزود تشجيعه ونقلل لومه. سن 7 الطفل دلوقتي بيحب يفكر ويركز ويميل الى العزله شويه، فدورنا ان احنا نساعده يفكر ويتامل. ممكن نخرجه يتامل في الطبيعه، نعوده يتمشى، نحكي له قصص ملهمه. اهي فرصه، علشان في سن 8 هيخرج من العزله وهيبقى مغامر. وما تخافيش عليه، سيبيه يتفاعل ويجرب، بس خليكي دايما وراه وتوجهيه يعمل ايه. اما سن 9 و10 فالطفل هنا متقن، هتلاقيه بدأ يجادل آرائكم وينتقد ويتحدى، ودورنا اننا ما نفرضش عليه رأينا ونحترم رأيه. والطفل في السن ده اهتمامه هيبقى بأصحابه اكتر من عيلته. وفي سن 10 بقى هتلاقيه بيدور على مكانته في الأسرة، عايز يحس انه فرد مهم، ودورنا ان احنا نحسسه بأهميته وأهمية رأيه، فهيبقى ولد مطيع محب لأسرته. الكلام ده من كتاب طفلك من الثانية إلى العاشرة.